إلى الأمة العربية للكاتب بلال فوراني. إلقاء أخوكم محمد أبلان. إلى الأمة العربية بعد الطز ألف تحية. ما أخبار فلسطين؟ شعب بلا وطن، وطن سرقوا منه الهوية. ما أخبار لبنان؟ ملهى الليلي، كراسيه خشبية وطاولته طائفية. ما أخبار سوريا؟ بقرة سمينة تكالبت عليها سكاكين الهمجية. ما أخبار العراق؟ بلد الموت اللذيذ والرحلة فيه مجانية. ما أخبار الأردن؟ لا صوت ولا صورة والإشارة فيه وطنية. ما أخبار مصر؟ عروس بعد الثورة ضاجعها الإخوانجية. ما أخبار ليبيا؟ بلد تحول إلى معسكر أسلحة وأفكار قبلية. ما أخبار تونس؟ انتعل رئاستها مهرج بدعوى الديمقراطية. ما أخبار المغرب؟ انتسب إلى مجلس خليجي باسم الملكية. ما أخبار الصومال؟ علمها عند الله الذي لا تخفى عنه خفية. ما أخبار السودان؟ صارت بلدان والخير خيران باسم الحرية. ما أخبار اليمن؟ صالحها مسافر وحزبها كافر وشعبها قضية منسية. ما أخبار عمان؟ بلد بكل صدق لا تسمع عنه إلا في النشرات الجوية. ما أخبار السعودية؟ أرض تصدر التمر وزادت عليها الأفكار الوهابية. ما أخبار الإمارات؟ مبانيها ناطحة سحاب والسبب في ذلك أمور سرية. ما أخبار الكويت؟ صارت ولاية عربية من الولايات المتحدة الأمريكية. ما أخبار البحرين؟ بلد فيه من الخمر ما يكفي لتكون بلدا ديمقراطية. ما أخبار قطر؟ عرابة الثورات وخنجر الخيانات ومطبخ للإمبريالية. إمبريالية إمبريالية. إلى الأمة العربية بعد الطز ألف تحية. إلى الأمة العربية بعد الطز لم تعد تليق بك التحية. لم يعد يليق بك سوى النعيق والنهيق على أحلامك الوردية. لم يعد يليق بك سوى أن تكوني سيادة تدوس عليها الأقدام الغربية. لم يعد يليق بك شعارات الثورة حين صار ربيعك العربي مسرحية. لم تعد تليق بك الحرية حين صارت صرخاتك كلها في الساحة دموية. لم يعد يليق بك أن تصرخي بالإسلام وتهمتك بالأصل أنك إرهابية. لم يعد يليق بك يا أمة مؤتمراتها مؤامرات وكلامها تفاهات وقراراتها وهمية. لم يعد يليق بك يا أمة جامعتها مثل فندق عاهرات يمارسون فيه المجامعات الجنسية. لم يعد يليق بك التحية أبدا. لم يعد يليق بك التحية. إلى الأمة العربية بعد الطز ألف تحية. يا أمة دفنت كرامتها وعروبتها تحت التراب وهي حية. إلى الأمة العربية بعد الطز ألف تحية. محمد أبلان.